رود خوليت نجم كرة القدم الهولندي الشهير، ولد في 1 سبتمبر 1962 في أمستردام. عُرف بكونه أحد أفضل اللاعبين في جيله بفضل قدراته البدنية ومهاراته الفنية وشخصيته القيادية. تميز خوليت بشعره المجول وأسلوب لعبه الفريد، حيث كان لاعب وسط هجومي قويا يجمع بين القوة والسرعة والرؤية الممتازة للملعب. بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي هارلم في هولندا، وانتقل بعدها إلى أندية كبرى مثل فينولد وأيندهوف، حيث أثبت مهارته وسرعته العالية. انتقل إلى ميلان الإيطالي في عام 1987، وكانت تلك نقطة تحول في مسيرته. هناك شكل ثلاثية مميزة مع مواطنيه ماركو فايننبستن وفرانكو ريكارد، وساعد في قيادة ميلان إلى عدة ألقاب، من بينها الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا. على الصعيد الدولي، تألق خوليت مع منتخب هولندا وقادهم لتحقيق أول لقب كبير في تاريخهم، حيث فازوا بكأس الأمم الأوروبية عام 1988 بعد أداء قوي. وسجل خوليت الهدف الافتتاحي في المباراة النهائية ضد الاتحاد السوفيتي، ليصبح رمزا طنيا ويعتبر من قادة العصر الذهبي للكرة الهولندية. بعد اعتزاله اللعب، اتجه خوليت إلى التدريب والتحليل الرياضي، وبقي وجها محبوبا ومؤثرا في كرة القدم. ترك رود خوليت بصمة قوية في الكرة الأوروبية والهولندية، ويعتبر حتى اليوم أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم.